والله تامر كمشروع، انا بدأت برضو اربط بين تامر المطرب والمغني. المشروع السينمائي فايده كتير، وهيأرخ اغانيه لمدة كبيرة، لان السينما زي فكرة عبد الحليم حافظ استاذنا الكبير. طبعا. الاغاني لما بتبقى برضو في فيلم بتعيش عمر اكتر، ويبقى فيه اجيال تانية تسمعها. او الاغاني المصورة، يعني حظي ان ناسيني ليه كانت مصورة اغنية اسمها وانت بعيد، كانت في الفيلم اللي قبل اللي فات، اللي كان فيها انا زاهد. كان اغنية مختلفة جدا ومؤثرة في الصورة. الحاجات اللي بتتصور له هو كمان من اميز الناس اللي اكتف في موضوع التصوير. يعني سريع لما في. سريع يعني الاغنيه انا مم. فاكر موضوع رجوعنا تامر خدها بعدها ب4 ايام، قال لي احنا بنصور. مم. فهو موضوع التصوير ده بيبروز الاغاني جدا، وبيفرق لي انا جدا ان الاغنيه تبقى مصوره كمان. اكتر اغنية خدها بسرعة جدا منك ايه؟ دي كانت اسرع واحده. موضوع رجوعنا. اه، موضوع رجوعنا دي، يعني كان بيقول لي سمعني اللي عندك، فسمعته اغنيتين ثلاثه كده منهم موضوع رجوعنا. قال لي هي دي، كان متحمس جدا ومبسوط بيها بالكلام جدا. في شغل بينكم قريب جديد، اه، في حاجة ان شاء الله اللي جديدة؟ هي الاغنيه الذوق العالي دي. بتاعت منير، اه، ان نجم شاء الله منير باذن الله. وتامر حسني و... طبعا. وان شاء الله في اغنيتين كمان كانوش لسه، يعني ما نزلوش لسه. الديو اللي هيحصل بين النجم تامر حسني والنجم محمد منير، انت قلت لي رومانسي ولا؟ لا، انا بص انا مش سوسه. مش مش رومانسي، هي اغنيه شبه حاجات الفولكلور شويه، مم. مبهجه يعني. فان شاء الله تبقى اغنيه تعجبكم ان شاء الله. قريب ولا نستنى اه، ان شاء شويه؟ الله. هو الفنان محمد منير بس كان قرينا كام خبر ان هو بيتعافى، كان تعبان شويه. اه، الف ربنا سلامه. ربنا يقومه بألف سلامة، وإن امين. شاء الله نصور يعني خلاص على طول.